بسم الله الرحمن الرحيم. لايف جديد واخر المستجدات على الساحه الرياضيه، صفحتنا على الفيسبوك هاني عصام وقناتنا على اليوتيوب دينامو الملاعب. يا كابتن حسام حسن، ما سبب خروج المنتخب الوطني من بطوله افريقيا؟ المنتخب خرج فني، الكوره مكسب وهزيمه وتعادل. مكسب يا تكسب يا تخسر يا تتعادل، والماتشات خروج المغلوب يا تكسب يا تخسر، ما فيهاش تعادل على وقت اضافي وضربات جزاء. مش فاهم الحقيقه. الكابتن حسام حسن الساعات اللي فاتت بعد الماتش، تصريحات الكابتن حسام بعد الماتش، ايه علاقه الفندق وايه علاقه نقلنا ملعب تاني ويوم راحه ويوم زياده، واحنا ما احنا واخدين 7 بطولات هو حد قال ان مصر خدت 5 بطولات او 6؟ ما احنا واخدين 7. العالم كله عارف ان مصر واخده 7 بطولات افريقيا. كابتن حسام حسن، رسالتي للكابتن حسام حسن: لابد من تقبل الهزيمه، ثقافه ان انا اتقبل الهزيمه. اللي عمله الكابتن حسام حسن اشبه باللي عمله مدرب منتخب كوت ديفوار. تصريحاته بعد ما خرج اللي هو فيه يعني مش متقبل ان هو خرج، وهاجمنا وانتقدنا بالمناسبه تصريحات مدرب منتخب كوت ديفوار، لان اللي قاله ما كانش منطقي. ده الوضع بالظبط. الكابتن حسام خسرنا خلاص على فكره، ما حدش وجه اللوم للكابتن حسام حسن. خلاص قلنا كتر خير الكابتن حسام حسن ان هو وصل بالمنتخب اساسا لنصف النهائي. الناس كانت بتتكلم تقول لك ان المنتخب هيخرج من الدور الاولاني، اقصى حاجه نقدر نعملها ان احنا نوصل دور 16. ما حدش قال حاجه. فانا قناعتي ان تصريحات احد اهم الازمات للكابتن حسام حسن من ساعه ما جه على راس المسؤوليه الفنيه للمنتخب الوطني، تصريحات الكابتن حسام حسن هي اللي بتدخله في ازمات، هي اللي بتدخله في مشاكل. عارف انت، ازمه بدون لازمه، زي لما حصل بعد الدوره الوديه والتصريحات بتاعته. فمش عارف، انت مش محتاج تبرر حاجه يا كابتن حسام. انت بتبرر ليه؟ ومحدش طلب منك انك انت تبرر. لو حد انتقد شايف ان انت بالغت في الدفاع باستثناء كده، خلاص اتغلبنا. على فكره ما كانش تارجت، ومحدش كان يعني شايف ان منتخب مصر قادر ان هو ياخد بطوله افريقيا. فلما وصلت نصف نهائي خلاص ما حدش هيعلق المشانق. فالناس القريبه من الكابتن حسام حسن نصيحه، تنصحوه قبل ما يصرح وقبل ما يتكلم في الاعلام. الكابتن حسام حسن يهدى، بالذات لما تتغلب ما تصرحش. على فكره اعتذر عن المؤتمر الصحفي وخد غرامه ماليه وشكرا والسلام عليكم. لكن على المنتخب قعد اسبوع مريح بعد الدور الاولاني، يعني ما عادي، ممكن اقول لك كده. رحت من مدينه لمدينه مش مشكله، يعني ده لائحه محطوطه من اول البطوله. ما عملوش كده عشان خاطر منتخب مصر بالتحديد يعني. وما عجبنيش الحقيقه الكابتن مروان عطيه. ايه يا كابتن، ايه يا كابتن مروان دي؟ بتقول للحكم ايه ده؟ يعني مش فاهم برضه. هو احنا اتظلمنا؟ يعني المنتخب اتظلم في 3 ضربات جزاء وفي جون اوف سايد والجون بتاع السنغال اللي يتلغي؟ ايه يا كابتن مروان دي؟ افهم بس. ده ايه بتعمل؟ ايه اتغلبت؟ ايه الحكم ايه يعني؟ ايه انت مقتنع بده؟ يعني احنا كنا بنشيد ان الكابتن مروان عطيه من اهم اسباب، من اهم مكاسب منتخب مصر في البطوله. بس التصرفات دي بتخلي اللعيب مش لعيب كبير، مش نجم، مش قائد، مش ستار، لا، هتخليك في نفس المكانه. اللعيب الكبير في التصرفات بتاعته، مش بس كوره، خلي بالك. زي موقف تاني الكابتن ابراهيم حسن، مش عارف ساديو ماني بيسلم على لعيبه مصر، فالكابتن ابراهيم حسن داخل على ساديو ماني انت في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هو لا بجد في ايه صحيح؟ والواحد تاني طالع لك بيعمل، انتوا في ايه يا جماعه؟ ما احنا واخدين 7. كابتن صلاح محسن بيقول لك احنا واخدين 7 بطولات. تمام يا كابتن، ايه كل ده؟ ايه التصرفات دي؟ حقيقي بامانه يعني حاجات غريبه قوي. يعني في يافطات، يافط وحاجات اترفعت مثلا في الماتش ان مصر خدت 4 بطولات بس. ايه يا جماعه؟ يا جماعه احنا منتخب مصر، انتوا لعيبه منتخب مصر. الجيل الكابتن حسن شحاته وبركات وابو تريكه وعماد متعب واحمد حسن وحسني عبد رب ومحمد شوقي وعصام الحضري ووائل جمعه وعمرو زكي وميدو وحسام حسن لما كان لعيب وحسام غالي وزيدان. اكمل ولا؟ ما شفناش ابدا ابدا ابدا. كنا بنخسر على فكره.
يعني 2006 2000 يعني خدنا بطولات افريقيا، يعني في خسرنا كاس قارات، ماتشات وديه، ما شفناش حد من لعيبه المنتخب طلع ولا قال ولا رفع سبعه ولا كذا. ايه يا جماعه؟ ولا عمرنا شفنا كابتن حسن شحاته عمره. على فكره كابتن حسن شحاته في 2006 كان بيتم انتقاده، والناس كانت بتهاجم الكابتن حسن شحاته، بعض الناس على الاداء في 2006. عمرنا ما شفنا الكابتن حسن شحاته طالع بيهاجم على حد ولا طالع بيرد على حد. وكان يقول لك اصل خالص. راجل في الملعب، في الملعب راح للكابتن محمود الجوهري، الناس انتقدته، بيرد في الملعب 98 في الملعب فقط. ولا شفنا، عمري ما شفت حد من جهاز المنتخبات قبل كده ايام الكابتن حسن شحاته، ايام الكابتن جوهري الله يرحمه، ولا حد بيرفع 5 ولا 4، ولا اي حد يتخانق مع جمهور، ولا حد في مؤتمر صحفي بيبرر اي هزيمه او اي حاجه، ولا لعيب خلي بالك، ولا لعيب بيشاور ولا بيعمل ولا اي حاجه، انما تصرفات غريبه عجيبه انا مش فاهمها. اتغلبنا خلاص، سلام عليكم وعليكم السلام، هارد لك. وعلى فكره بالمناسبه لعيبه المنتخب اتغلبت يعني قبل كده. افتكر كده فيتوريا مثلا البطوله النسخه اللي فاتت اتعلق لهم المشانات، اتذبحوا اللعيبه، اتذبحت لما خرجنا من الكونغو في ضربات الجزاء في دور ال 16 النسخه اللي فاتت، اتذبحوا. انما محدش قال حاجه، ولا حد علق المشانق، ولا حد ذبح لعيبه المنتخب، بالعكس بنساند وبندعم. انما التصرفات ما عجبتنيش وما عجبتش ناس كتير جدا، حاجات مش منطقيه وغلط ولا تصح. كل اللي انا سردته لحضراتكم ده، واعتقد ان انتم بتتفقوا معايا في الراي، محتاجين شويه هدوء. احنا منتخب مصر، ومن المتوقع ان الكابتن مروان عطيه هيتوقف. انا بقول لك خدها مني، هيتوقف وهيتعاقب. خلي بالك ممكن تلاقي بعد نهايه البطوله بشهرين 3 العقوبات طالعه. طب انت استفدت ايه يا كابتن مروان لما تتوقف 3 أو 4 ماتشات مثلا؟ هتبقى مبسوط؟ مش هتلعب البطوله اللي جايه. لو انت شايف انا نجم وطموحي ما وقفش، خلاص اتغلبت مش مشكله، اللي جاي وقدامي كتير مع النادي بتاعي ومع المنتخب بتاعي. انتوا بتعملوا كده مع منتخب مصر اتغلبتوا، امال في الدوري لما تتغلب هتعمل ايه بجد؟ يا كابتن مروان عطيه بيعمل الحكم كده لما اتغلب في بطوله افريقيا في ماتش المنتخب ما اتظلمش فيه. امال هنا في الدوري مع حكامنا الغلابه هتعمل معاهم ايه بجد؟ صحيح يعني ده يعني اما الواحد بيشوف بعض التصرفات للعيبه، طب ما انت يعني خلاص. للاسف اللعيبه بتاعت الدوري للاسف محتاجه اعاده توجيه، مش فني بس. يعني كنا بنتكلم امبارح ان للاسف مستوى الدوري في مصر ضعيف، امكانيات اللعيبه في مصر ضعيفه او متوسطه، بنتخانق في الهوا، بنتخانق مع بعض على لعيبه وصفقات تبادليه، ودي 50 و60 و70 وده 100 مليون وده 200 مليون في الهوا، في الهوا. واقعيا اللعيبه، اقول لك على حاجه، ده بامان في لعيبه موجوده في الدوري. يعني انا بتفرج على بعض الماتشات لبعض اللعيبه، طب انا بسال نفسي هو اللعيبه بتروح كل يوم التدريب تعمل ايه؟ يعني انت بتروح كل يوم التدريب بتتدرب على ايه؟ ايه التكتيك اللي انت بتتدرب عليه؟ ببقى نفسي اعرف. يعني كأي واحد موظف بيروح الشغل كل يوم، خلاص هو بعد فتره، حتى لما عارف انت لما واحد يروح مجال شغل جديد فبيحطوه فتره تحت الاختبار، خلاص بيتثبت بيتعين، خلاص فاهم بقى الشغلانه وتودك وبقى جامد. كان في بعض اللعيبه انت بتروح التدريب كل يوم تعمل ايه؟ يعني ايه اللي بتعمله كل يوم في التدريب لما بنلاقي بعض الماتشات بالمستوى ده؟ واتمنى ان اتحاد الكوره نفسه يعاقب مروان عطيه ويعاقب الكابتن ابراهيم حسن. نفسي اتحاد الكوره يعاقب الكابتن مروان عطيه والكابتن ابراهيم حسن، بالتحديد مروان عطيه. اتمنى ان اتحاد الكوره يعاقب مروان عطيه. زي ما بنلاقي بيانات بتطلع مع اي انتصار، وده بيطلع بيان وبيان وبيان وكله ونهنئ ومش عارف ايه، اتمنى بقى في المواقف دي
حد يطلع يقول ايوه ده غلطان وانا هعاقبه، عشان احنا اتحاد الكوره المصري واحنا منتخب مصر، والحاجات دي ما نقبلش بيها. اتمنى. طيب معلش كانوا الكلمتين مضايقين الواحد وبفضفض معاكم، بس الموضوع بصراحه مضايقني. هناك ايقاف قيد جديد سيصل لنادي الزمالك خلال الايام القادمه، متعلق بالنادي الاوكراني الذي كان يلعب له اخوان بيزيرا، والعقوبه ممكن تبقى حوالي 500,000 دولار قيمه الغرامه. ايقاف قيد نهائي سيكون الايقاف العاشر على نادي الزمالك. الزمالك بيحوش الايقافات، عارف انت، داخل جمعيه بالايقافات. ايقاف بقينا 10 9 دايين العاشر. طب هنوصل ايه؟ هنكملهم 12 13 يعني في نهايه؟ طب بنقلل قضايا، في قضايا تانية هتيجي بجد، مع احترامي لكل الناس. بحس ان احنا داخلين جمعيه، يعني ايه، خلاص القضيه مالهاش نهايه بتاعت ايقاف القيد مهما كانت الازمه الماليه. بس اسم نادي الزمالك لما تروح تتفاوض مع مدرب اجنبي، بتفاوض مع لعيب اجنبي، في حاجه اسمها الايمج بتاعت النادي. والقائمه الموحده وقت الانتخابات كنا بنقول حاجه اسمها مش متذكر، مش عارف كانوا بيقولوا الصوره الذهنيه ولا كان حاجه زي كده، يعني اللي هو الايمج بتاعت النادي. فالايمج بتاعت النادي ايها الساده الافاضل ان الزمالك عليه 9 قضايا ايقاف قيد في واقعه لم تحدث في تاريخ نادي الزمالك. لم تحدث في تاريخ نادي الزمالك مهما كانت الازمات والمشاكل الماليه، لكن عمرنا ما كنا بنسمع قضايا ايقاف قيد على نادي الزمالك، قضيه قضيتين بتتكلم في الكلام ده كله. لكن كم القضايا دي يسأل عنه مجلس اداره نادي الزمالك. وانا بقول لك في قضيه هتصل، حكم هيصل خلال ساعات، خاص بالنادي الاوكراني الذي كان يلعب له اخوان بيزيرا اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك، والعقوبه الماليه هتكون 500,000 دولار. القضيه اللي كانت التاسعه بتاعت النادي بتاع صلاح مصدق نهضه الزمامره، وكان 250,000 دولار يضاف للثمان قضايا اللي كانوا موجودين قبل كده. ان شاء الله هنكون معاكم في لايفات كتيره وجديده الايام اللي جايه، وهنتابع معاكم كل الجديد اول باول. شكرا.